السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ حابة ان انا اقول لكم آية كنت دايما حاطاها قدامي الفترة دي، وهي آية من سورة النحل بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومعنى الآية انك مش بعد كل اللي بذلته من مجهود وتعب وطاقة انك تعمل حاجة معينة، انك تيجي في الاخر وتتقاعس ويبدأ عندك فتور وهمتك تقل، ففي الاخر تضيع كل اللي انت عملته من مجهود فات. فشدوا الهمة واستعينوا بالله على طول، وما تضيعوش كل التعب والمجهود اللي فات. وحتى لو ما عملتش المجهود الكافي، فالوقت الجاي فرصة كبيرة جدا انك تشد جامد وتعمل اللي عليك. النهارده هتكلم اكتر على فترة المراجعة، وهجاوب شوية من اسئلتكم اللي انتوا بعتوها لي. فهكون مقسمة تحت الحاجات اللي انا هتكلم عنها تحت في الديسكريبشن، بحيث ان انتوا تقدروا توصلوا للسؤال اللي انتوا عايزينه على طول. المفروض حاليا تكونوا خلصتوا كل المواد. لو في مادة او اكتر لسه ما خلصوهاش، حاولوا ان انتوا تخلصوها بسرعة، بس ما تكروتوهاش. حاولوا تخلصوها بسرعة بس بضمير، وحاولوا ان انتوا تنجزوا فيها على قد ما تقدروا، بحيث يبقى فيه وقت للحل والمراجعة. نيجي للسؤال الاول، وهو ازاي كنت براجع. اول حاجه كنت بذاكر تشابتر او فصل على حسب الماده، وكنت بسمع المدرس اللي انا باخد معاه سواء اونلاين او اوفلاين، او ساعات مع نفسي على حسب الماده يعني. وكنت بذاكر التشابتر كاني بذاكره من اول وجديد. وده بصراحه كان بياخد مني وقت كبير، لاني كنت بذاكر تاني من الاول، لان كنت حاسه ان في حاجات انا ناسيها كتير، فكان بياخد وقت مني كبير في المذاكره. بس كنت بحاول ان انا انجز في المذاكره على قد ما اقدر، لان الحل بالنسبه لي كان اهم بكتير. وبعدين ابدا احل على الشابتر ده من كتاب واحد بس، واصحح لنفسي. وليكن مثلا ماده زي الفيزياء، كنت بسمع فيديو الحل بسرعه، وبعدين اعدي على الشابتر قراءه او مذاكره سريعه، بعد كده ابدا احل. والحل كان بياخد مني وقت اكتر من المذاكره، وخاصه في ماده زي الفيزياء. والحاجه اللي بلاحظ ان غلطاتي فيها اتكررت، او فيها غلطات كتير بغلط فيها، كنت برجع لها واذاكرها تاني من الشرح الاساسي، لان فهم كل نقطه بالنسبه لي كان اهم بكتير من مجرد الحل. فميزة الحل ان هو بيعرفك النقطة اللي انت ضعيف فيها، او النقطة اللي انت محتاج تذاكرها تاني، او اللي انت ناسيها اكتر من غيرها. فلازم ترجع لها تاني وتذاكرها كويس جدا بضمير علشان تفهمها تاني. فالمراجعة كانت حل بالنسبة لي اكتر من فكرة المذاكرة وتكرار المعلومات. فانا رجعت مرة واحدة بس كويس جدا جدا وبضمير، كأني بذاكر تاني من الاول وجديد، وكملت باقي فترة المراجعة كلها حل. لان زي ما قلت لكم، الحل هو اللي هيديك معلومات وافكار جديده، كمان هيعرفك انت ضعيف في ايه. فحلوا كتير جدا جدا جدا، بس اهم حاجه لازم يكون عندكم المعلومات الاساسيه، واللي تكون مبنيه على اساس فهم عميق لكل حاجه او كل نقطه في المنهج. نيجي لسؤال تاني، وهو الفترة الجاية تتعامل معاها ازاي. تقريبا امتحاناتكم في نص 6، فأنا نصيحتي ليكم انكم تبدأوا تراجعوا على المنهج وتحلوا عليه، وتخلصوا مراجعة في نص 5، يعني تقريبا من نص 4 لنص 5، أو مثلا ل25/5. وتسيبوا آخر 10 أيام أو أكتر أو أقل على حسب كل مادة لحل الشوامل بس، بحيث انك تتعود على شكل الامتحان الشامل قبل ما تدخل الامتحان، وتتعود على شكل الأسئلة. طيب، هل انا كساره بدات احل شوامل فعلا اخر 10 ايام بس؟ الاجابه لا. انا بدات احل شوامل تقريبا من بعد بدايه المراجعه بشويه. وده ليه؟ لانك بتربط كل حاجه في دماغك. عارفه ان انتوا ناسيين، وانا كنت ناسيه كده. وبالمناسبه انا كنت بغلط من اول امتحان لاخر امتحان، تقريبا مفيش اي امتحان انا قفلته. بس وليكن انت بتذاكر اول شابتر، وانت بتحل امتحانات شامله، لقيت سؤال رابط الشابتر ده بشابتر تاني، فانت كده وانت بتذاكر بدات تاخد بالك ان في علاقه بتربط الشابتر ده بالشابتر ده، فتاخد بالك وتركز اكتر وانت بتذاكر. فمخك كده بدا يربط كل المعلومات ببعضها ويجمع المنهج كله. بس اغلب الامتحانات الشامله بدات احل واركز عليها فعليا اخر 10 ايام فعلا. سؤال تاني حد ساله: هل اقعد من الدروس ولا اكمل اوفلاين؟ في الموضوع ده هقولك على حسبك انت. لو حاسس انك لما بتنزل مش بتضيع وقت وبتركز اكتر اوفلاين، فاز يو لايك. اما لو عندك قدره على الالتزام، فانا افضل وبشده انك تكمل في البيت فتره المراجعه، وتعتمد اكتر على مدرس اونلاين، او تعتمد على نفسك، لان ده ببساطه هيوفر عليك وقت ومجهود وتعب كتير جدا الحل اولى بيه. انا تقريبا قعدت اخر 3 شهور من كل دروس في البيت، ما عدا الانجليش كنت بنزله بس متقطع، والكيمياء كنت بنزلها، والفرنش لحد الاخر. فده وفر عليا وقت ومجهود وتعب كبير، اني وفرته في الاخر للحل والمراجعه اكتر. فانا ارجح لك وبشده انك تعتمد على نفسك اكتر الفتره الجايه. نيجي بقى لسؤال تاني، وهو هل تسبق المدرسين ولا تكون ماشي معاهم؟ انا من رايي الشخصي انك لازم دايما تكون سابق بخطوه، وما تعتمدش على المدرس ان هو هيكون السبب انك تطلع الاول على الجمهوريه. بالعكس، 95% من المجهود عليك، و5% بس على المدرس. انت لو ما اشتغلتش بنفسك وتعبت، مش هتجيب حاجه في الاخر. فالمدرس ما هو الا موجه هيوصلك في الاخر انك تنجح.
وهتنجح فعلا. بس لو عايز تتفوق وتسبق بخطوة اكتر اللي حواليك، فانت لازم تعمل مجهود اضافي غير اللي حواليك بيبذلوه. فانا نصيحتي دايما، وكنت دايما ماشية بالمبدأ ده في ثانوية عامة، اني لازم دايما اكون سابقة بخطوة اللي حواليا وحتى المدرس، بحيث ان انا مثلا لما اقع في وقت معين تبقى في حاجة سنداني. وغير ده كله بيخليك ان انت تبقى مميز وسط ناس كتير. نيجي بقى لسؤال مهم ناس كتير جدا بتسألهولي في الكومنتات وحتى مسجات، وهو الانجليش يراجعوه ازاي. بصوا، الانجليش عبارة عن جرامر وفوكاب، وتقريبا انتوا دلوقتي عندكم قصة. الفوكاب ده مجهود ذاتي منك، حاول ان انت كل يوم تراجع عليها باستمرار جزء معين، وليكن مثلا نص ساعة الصبح اول ما تصحى من النوم، او نص ساعة بالليل قبل ما تنام. وده ساعدني بشكل كبير جدا اني اكون دايما فاكراها، وانها دايما تكون في دماغي، وحفظتها من غير ما اخد بالي بالتكرار، بمجرد التكرار ان انا كل يوم الصبح او بالليل براجعها باستمرار. بالنسبة للجرامر، فانت ممكن تسمع المدرس بتاعك وهو بيراجع وبعدين تحل وراه. ولو انت واقع منك حاجات كتير في الجرامر او في الوحدات عامة في الانجليش، فانا ارشح لكم دكتور عمر عبد الفتاح لو عايزين شرح مفصل للجرامر بالتفاصيل بالتكات المهمة. ممكن اسيب لكم لينك الشانل بتاعته تحت في الكومنتات. هينزل تقريبا كل مراجعة الانجليش بسرعة وبالتفاصيل. كمان الاول هيفهمك الاساسيات البسيطة بحيث انه يطلع معاك تدريجيا ويوصل معاك لمستوى عالي. فلو واقع منك حاجات كتير في الوحدات وعايز تعمل فلاش باك لكل المعلومات وتفتكرها تاني، ارشح لكم دكتور عمر عبد الفتاح. هسيب لكم لينك الشانل بتاعته تحت في الديسكربشن. هتكون فرصة كويسة جدا لو واقع منك الجرامر او كمراجعة على الوحدات. سؤال تاني حد سأله هو: هل طبيعي اني اكون ناسي كل حاجة دلوقتي؟ طبيعي جدا جدا جدا. انا كنت ناسيه كل حاجه تماما، بس طالما انت ذاكرت المنهج مره فكل المعلومات متخزنه في دماغك. محتاجه بس شويه مجهود منك انك تفتكر المعلومات الاساسيه والكيوردز، بحيث ان انت تفتكر كل حاجه تاني. بس فكره انك ناسي المنهج ده كله وهم. انت مش ناسي، انت محتاج نبذه سريعه تفكرك بالنقاط الرئيسيه في كل باب او تشابتر، وهتفتكر كل حاجه تاني ان شاء الله. سؤال كمان: ازاي كنت بحل من اكتر من كتاب في نفس الوقت؟ اولا كنت بذاكر الشابتر كويس، بعد كده احل عليه من كتاب واحد بس واصححه. اليوم اللي بعده وانا بذاكر الشابتر التاني برجع تاني للشابتر الاول في الكتاب التاني واحل عليه، بحيث ان كل المعلومات تبقى متربطه في بعضها وان انا منساش اي حاجه. في كومنت غريب برضو شفته، وهو حد بيقول ان هو بينام 8 ساعات، اللي هو المفروض المعدل الطبيعي، بس هو عايز يقلل ساعات النوم ل5 ساعات. بصوا يا جماعة، انك تيجي على حساب نومك ده حاجة ضدك تماما ومش في صالحك. اليوم الكويس بيبدأ من نوم كويس. كمان النوم بيساعدك انك ترتب المعلومات في دماغك، بحيث انك تفتكرها او تسترجعها تاني بسهولة. فما تجوش خالص على حساب النوم. اتعب في ال16 ساعة الباقيين، بس ما تجيش خالص على حساب نومك. انك تقلل عدد ساعات نومك ده هيقلل تركيزك، فبالتالي اصلا هياخد منك وقت كبير انك تركز، فهيستهلك اكتر من الوقت اللي انت كان المفروض تنامه. وهتاخد ضعف الوقت انك تستوعب معلومة قد تبدو بسيطة. فخد قسط كافي من الراحة، ده مهم جدا، زي الاكل والشرب وكل حاجة. النوم ده حاجة مهمة جدا. السؤال الاخير بقى، عشان حاسه ان وقت الفيديو طول شويه، فممكن نعمل منه جزء تاني ان شاء الله. السؤال الاخير وهو مشكله العضويه. بصوا، العضويه بتتنسى بسرعه، فايه الحل؟ انك تحل عليها كتير وباستمرار، بحيث انها دايما تكون في دماغك. انا من الناس اللي اخدتها اصلا قبل الكهربيه والاتزان، فدي كانت مشكله اكبر. فكنت بتغلب على المشكله دي اني كنت بحل كل يوم كام سؤال بساط كده على العضويه، بحيث ان انا اكون فاكراها وانها دايما تكون في دماغي وما انساهاش. فحاول تحل عليها اسئله شامله كتير، بحيث انها دايما تكون في دماغك. كمان دروس العضويه متربطه في بعضها، فحاول ان انت تربط كل المعلومات ببعضها، بحيث ان انت تكون مستعد لشكل امتحان اخر السنه. وبس، ده كان فيديو النهارده. اتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه وافدتكم ولو بحاجه بسيطه. شدوا حيلكم، خلاص فاضل تكه. سلام.